مساء الخير عليكم، أتمنى تكونوا يا رب بخير دايما إن شاء الله. في مصر يتنفسون الأهلي، وعندما تمشي في الشوارع تجدهم يزينون عرباتهم بملصقات الأهلي، وتجد المقاهي ممتلئة عن آخرها عندما يلعب الأهلي. إنه ملك أفريقيا المتوج على عرشها، إنه أكثر فريق في العالم متوج بالبطولات أو متوج بعدد البطولات. ده مش كلامي، ده كلام لموندو ديبورتيفو الأسبانية، مجلة من أشهر المجلات العالمية المختصة بالشأن الرياضي. والماركة اتكلمت وأشادوا كتير بالأهلي وبمستواه وببطولاته بإنجازاته. عندما يؤتيك الإنصاف من خارج وطنك في الوقت اللي انت جوه فيه في بلدك ما بيدوكش حقك. ما علينا، احنا مش مستنين حد يدينا وضع ولا يدينا كلام، احنا مش طالبين اكتر من حقنا، احنا عايزينهم يدوا الاهلي حق، مش اكتر من كده. على العموم انه الاهلي، وسيظل دائما الاهلي فوق الجميع. طيب، كابتن محمود الخطيب قعد مع اللعيبه، قال لهم ايه؟ قال لهم بص يا رجاله، ان شاء الله باذن الله تعالى لو ربنا اكرمكم وحققتوا الفوز هتحققوا انجاز تاريخي. قالوا له طبعا يا كابتن، طبعا صح معاك حق. قال لهم وتعملوا حاجه ما عملهاش حد من الاجيال اللي شاركت في كاس العالم قبل كده. قالوا له طبعا يا كابتن، طبعا طبعا. قال لهم وهتتحط في السي في بتاعكم ان انتوا عملتوها، لعبتوا ريال مدريد افضل نادي في اوروبا ونادي القرن في اوروبا وكسبتوه. قالوا طبعا طبعا يا كابتن. قال لهم الله، اما انا شايفكم كده مالكم بتردوا على كلامي كده بتاع. قالوا لا مفيش حاجه يا كابتن. قال له طب ايه رايكم بقى لو حققتوا الانجاز اللي قد يصل الى اعجاز في حاله تحقيقه، لكل لاعب فيكم مني $500,000. $500,000 ايه انت بتقول ايه يا كابتن؟ $500,000؟ قال لهم $500,000. الخطيب وعد بمكافأة لكل لاعب ولكل فرد في أفراد البعثة ب500,000 جنيه في حالة تحقيق الفوز على ريال مدريد والوصول إلى نهائي كأس العالم. هي دي بقى الحاجات اللي إيه؟ اللي تحمس بجد، الحاجات اللي تفرح بجد. أتمنى يا رب ربنا يكون كاتب لنا التوفيق بكرة إن شاء الله، وأتمنى إن اللعيبة تكون في أفضل حالاتها ونقدم مباراة نعمل اللي علينا ونسيب الباقي على ربنا. اما بالنسبه لك يا عم مودريتش انت وعم فينيسيوس، بما انكم لحد دلوقتي الاكيد الاثنين الاكيد اللي هيلعبوا من الناس اللي الكام واحد اللي اتقال عليهم ان هم مصابين يعني، واحتمال عدم مشاركتهم كبير. انا عاوزكم بقى تشاركوا وتجيبوا كل اللي معاكم، ولو الرجاله في حالتها يبقى سد يا عم الحاج، يبقى سد. سلام.